رح افتح بسطة عنا بالحارة وبيع منهم. الابداعي اللي بدي اعمله اليوم كنت ممنوع اعمله انا وصغير. قلت لكم اني انا انسان عندي مخ ما كان حدا يامن فيه. انا وصغير ما كان يعجبني اكل الاندومي مثل العالم هيك، كنت حب اخترع منها وصفه، بس للاسف الصغير للاسف الشديد انه في حدا سرق مني هالوصفه. كيف سرقها مني وانا ما حكيتها؟ يعني طلع في حدا تاني بالكره الارضيه غيري مفكر بنفس التفكير تبعي وعملها قبلي، فلهيك قررت اعملها مشان ما يلحق يفكر فيها حدا تاني. سلقت الاندوميتين، هن بدهم خلاط لحتى نهرسهم، بس طفت الكهرباء فلهيك هرستهم بهي الهراس لحد ما صاروا مثل العجين. كتير مكوناته سهله، معلقتين نشا. خلينا نزيد بهارات الاندومي. صراحة كتير عجنت معي فزدت لها 5 معالق طحين. صرف زيت رح احط، وبعد ما طلعت روحي شوفوا كيف صارت عنا. وهلا اخذت شقفة منها حنرقها بهذا الشكل، وبعد ما رقيتها رح اقطعها اصابع بهذا الشكل. هيك قطعتهم كلهم اصابع بهذا الشكل ويلا على القلي. بعد ما انقلوا بتجيبوا كيس الاندومي وتحطوهم بهذا الشكل. هيك بهذا الشكل طريقة التقديم. كيف بس؟ قبل ما ادوقهم متابعيني على اليوتيوب ما بقى لي شيء لاوصل 30,000 متابع، فتابعوني، المتابعة ببلاش. بسم الله ندوق. كثير طيبة.